ومن هم الذين يتساوون مع الحمار الذي يحمل الأصفار؟ عرفتهم في الإعلام كله. بص يا أستاذة حياة، أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة. أول حاجة، أولا أنا التقيت بالسفير الإسرائيلي بصفة الشخصية، لا علاقة لمجلس النواب ولا علاقة لصفة البرلمانية بهذا اللقاء من قريب أو بعيد، بالرغم من ان ده مش ممنوع، لان انا كنائب برلماني وفقا للدستور والقانون واللائحة القديمة والجديدة لا يوجد اي مانع او اي عقاب عندما اقابل سفير دولة اسرائيل او اقابل سفير دولة استراليا او انجلترا او امريكا او فرنسا او الامارات العربية او السعودية او روسيا. انما في 2 من السفراء لا اقابلهم ابدا. واحد ممكن اقابله بعد ما يعوض اللي بلده عملته، اما التاني فلن اقابله نهائيا. الاول هو سفير قطر. اذا قطر اللي صرفت 6 مليار دولار لاسقاط مصر ادتنا 6 مليار دولار لاعادة بناء مصر تبرع، اقابل سفير قطر. الثاني تركي. والله 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 لو تركيا بأسرها دعمت مصر لن أقابل سفير تركيا، لأن كل الحكومة والقادة من أول رجب الطيب أردوغان إلى أصغر واحد في تركيا هم أدوات رسمية لبني إسرائيل، فلا أقابله. وضعت كفني على يدي من أجل هذا الوطن على مدار 5 سنوات متصلة وحتى اليوم، فهل لي أنا أن أكون خائنا؟ يعني ممكن أبقى خاين عشان قابلت السفير الإسرائيلي؟ هو السفير الإسرائيلي ده أنا قابلته في غرفة مظلمة وفي مكان سري. انا خليت محمد حنفي الشنتناوي يصور، وانا اللي قعدت على ايد محمد حنفي الشنتناوي عشان يرسل للصحف، وانا الذي بعثت الى كل الصحافة المصرية بهذه الصور، وانا شاهد عيان. تمام؟ نتفرج على الصور.